هذا شوف النبي عليه السلام لما قدم مهاجر المدينة المنورة جلس في ديار عمرو بن عوف رضي الله عنهم اللي هم أهل قباء وبيت كلثوم بن أبي. هذه المنطقة ديار الخزرج أبناء عمومتهم سالم بن عوف. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث عندهم أيام مثل ما مكث في قباء. وقالوا كلمة جميلة جدا وردت في بعض كتب التاريخ إنه كما قيل والله أعلم إنه والله يا رسول الله لو ما مكثت عندنا لا يعيرونا مدى الدهر. يعني كيف أنت مكثت عند أبناء عمومتنا ما مكثت عندنا؟ فأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلي الجمعة في أرضكم أو في دياركم. يعني هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. ما كان يرد أحد عليه السلام لا الشيخ الكبير ولا العجوز ولا الصحابي. بالمقابل ما رد هذا الصحابي أيضا أمام مثل الجمعة مكان جميل جدا لأحد الصحابة رضي الله عنهم وهو من أهل بدر عتبان بن مالك بكسر العين عتبان وهو خزرجي رضي الله عنه وارضاه. عتبان بن مالك رضي الله عنه وارضاه أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه طلب عجيب. قال يا رسول الله إذا يعني كان في سيل أو كذا وما استطعت أخرج من بيتي أحيانا أصلي بأهل قومي فأريدك أن تتخذ لي موضع في بيتي أصلي فيه الناس. النبي عليه السلام من تواضعه لم يرسل معه مستشار ولم يرسل له أحد الصحابة ولم مثلا يذكر له أنه يعني أنت أعلم ببيتك فصلي في أي مكان. إنما قال له كلمة واحدة أفعل. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. ثاني يوم أتى برفقة الصديق إلى هذا الموضع والعجيب وهو مستشار وهو سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد مكان. قال له أين تحب أن أصلي لك يا عتبان؟ يعني إيش عظمة التواضع هذا من النبي عليه السلام لأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم علم اليقين أن هذا الصحابي يريد بركة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفرح ويسعد بدخول النبي إلى بيته. فالنبي عليه السلام أراد أن يكرمه فقال له أين تحب أن أصلي لك وهو ضرير فصلى في المكان الذي أشار عليه عتبان وهو ضرير. تخيل لأن الرسول يعلم أنه يعرف بيته كان يبصر كان من أهل بدر. عتبان بن مالك بعد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم عاش إلى عهد يعني تقريبا 40 سنة بعدها عهد الملك. يعني قد يكون من بركة يعني مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا صلى هنا صلاة الجماعة صلاة الضحى. والعجيب أنه أحد أهل العلم في المدينة اسمه محمد بن عبد الله القصاص ألف كتاب كامل عن حديث عتبان بن مالك واستخرج العلماء والفقهاء عشرات الأحكام الفقهية من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البيت وجبروا لخاطر عتبان بن مالك. أسأل الله أنه كما جبر خاطر عتبان أنه يجبر خاطرنا الله سبحانه وتعالى برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم ونشوفهم ونسمع منهم يا رب. اللهم آمين. الله يفتح عليك.